جميل. نكمل. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يقول عز وجل. الله ماشي. نكمل. احجار كريمه. طب احجار كريمه انا قبل كده قلت لك السؤال ده بنسبه 1000% جاي ان شاء الله. لا انا خدت في حته اللي نسيتها. لو اي المعادن التاليه مركبه. طب ماشي ناخد مركب ويعكس ضوء الشمس. طب انا عايز اعكس ضوء الشمس اقول المرو بقى بس هو بيقول لك مركب وبيعكس ضوء الشمس يعني بيلمع يعني دقه الشفافيه عاليه بيزغلل كده اللي هو مين؟ هل الكالسايت؟ لا ده مطفي. الفلزبار ده التراب. الفلزبار هو التراب اللي هو الكولينات. الفلزبار هو التراب هو الكولينات. المرو مش شفاف. انا عايز بيعكس بيلقلق يبقى مين؟ يبقى البايرايت اللي هو اللون الذهبي. طيب الزمرد من الاحجار الكريمه دي انا قلت قبل كده الفرق بين الاحجار الكريمه والاحجار المقلده. الاحجار المقلده اقل من 6 صلادتها اقل من 6 لكن الاحجار الكريمه مش بسميلكو دي الكريمه دي احجار كريمه بيبقى صلادته كام؟ 7.5. طيب نكمل يا شباب. عاوز على القش طبعا. المعدن الذي ينتمي اكثر المجموعات اقتصاديا يعني بستفيد منه. طب هل الكالسيت بيستفيد منه؟ ده عادي ممكن الاقيه بقرش يعني مش مشكله. الدولومايت ده حجر ناري وما بيدنوش كتير. هيماتايت ده اكسيد حديد احمر بيطلع منه حديد يبقى اقتصاديا هيجي وراه فلوس يبقى هو الوحيد اللي اقتصاديا اقوى واحد اللي هو مجموعه الاكاسيد. نكمل. عندما يتحد الاكسجين مع الكربون. اكسجين وكربون ده عارفينها في الكيمياء دي. اكسجين مع كربون. اكسجين مع كربون هي مفيش غير حاجه واحده بس هيتكون ايه؟ كربونات. كربون واكسجين CO2 يبقى كربونات. الكربونات عباره عن ايه؟ CO3. السؤال بتاع الكيمياء مدرس الكيمياء. كربونات CO3 يبقى كربون مع اكسجين كربونات مش كبريتات كربونات. رقم ج. الله رب يسعدك. المعدن الذي يعتبر مصدر لعنصر يستخدم في صناعه اسلاك الكهرباء. نرجع نقول تاني صحصحوا معايا بالله عليكم. اسلاك الكهرباء من ايه؟ من نحاس. يعني انا عايز ايه؟ نحاس. حلو. مين في دول نحاس؟ هل الجبس فيه نحاس؟ لا ده